محمد العنزي عندك تعليق على الحالات؟ لا للأمانة، بس أنه كرة 42 بلنتي واضح ولا يمكن فيها أخذ وعطاء. يعني جسم اللاعب ما هو في وضع طبيعي أبدا. اللاعب أنا أتفق مع رأي الكابتن سمير عثمان، يعني اللاعب نازل بكتفه وما هو في وضع طبيعي، وهذه على فكرة الكرة اللي بعدها جاء هدف الاتفاق منها. أنا أقول هذه اللقطة تحديدا هي امتداد للقطات كثيرة توضح مسار النصر في الدوري والوضع الذي عانى منه النصر في الدوري. في سؤال من هاني أيضا تفضل. أيضا أبو بدر لو سمحت لي، التسلل أنا ما شفت أكثر من إعادة، هي إعادة وحيدة وغير واضحة. أنا ما أعرف إذا لقطة جدلية وهدف بهذا كذا ولا يعاد بزوايا مختلفة، أنا ما أعرف. أنا ما شفت إلا إعادة واحدة، وحتى لا يمكن الحكم عليها إنها تسلل أو غير تسلل. يعني وضعوا عليها خط، لو كنت تتمنى أنهم يعرضوا الخط وضعوا خط. حتى الخط ما كان واضح أبو فهد، حتى الخط كان واضح. اللقطة اللي جابوها الخط ما تقدر تحكم عليها. يعني ايش رايك كابتن سمير؟ والله خط معمول بطريقه غريبه جدا. انا هقول للمشاهدين حاجه واحده، انتوا شايفين مساعد الحكم اللي هناك؟ محدش شايفه. الخط ده شكله غريب بصراحه. يعني عشان نشوف كور زي دي لازم نشوف مساعد الحكم رقم 2. فين مساعد الحكم رقم 2؟ نعمل جايزه، اللي يلاقيه يقول لنا الخط معمول ازاي. مش عارف. يا كابتن طيب كابتن سمير، هذا الخط موضوع من الفي ار. طبعا بالنسبه للوضع موضوع من قبل الفي ار كان مفترض انه يبين الحكم المساعد الثاني، لكن ده اللي انا بقوله. يعني مو موضوع في لجنه وجايبينه وعارضينه، وضعوا الفي ار، وبالتالي الحال اللي قدامي انه تسلل. طيب. لكن غير كده ما اقدر احكم. بقول ما عيدت اللقطه ابو فهد، ما عيدت اكثر من مره، هي طيب مره وحيده عيدت حتى يعني نحكم عليها. ما دامت انه في ار وعرض الحاله حاله تسلل، اجي مع الحكم انا واجي مع الفي ار. هاني على الهاشتاج يقول يا ابو بدر محمد العنزي عندك